السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله دلوقتي هشرح لك طريقة تثبيت أي أيزو أي ويندوز أيزو من على اسطوانة الصيانة. تمام كده. طبعا الطريقة دي تنفع مع أي اسطوانة صيانة، يعني أنا هشرح لك على اسطوانتي، وأنت لو بتستخدم أي اسطوانة تانية عادي جدا الطريقة شغالة برضه معاك. تمام. مبدئيا كل اللي هنحتاجه إن أنت يكون عندك ملف الأيزو نفسه اللي أنت هتثبته، وليكن مثلا هو احدث ايزو دلوقتي حاليا نزل اللي هو ده. تمام. تعالى نظبط لك اللون شوية عشان ايه راح فين اللون الفاتح. ايوه يا مسهل كده الدنيا واضحة ايه. تمام. هتدخل كده وادي الايزو الجميل بتاعك فين اهو، صح كده. طيب الايزوهات تختلف في ايه؟ اقول لك تختلف في ايه. عندك الايزو ده مفعل بتحديثات شهر سبتمبر 23. تمام كده. 22 H2 ويندوز 10، وده البيلد بتاعه او الاصدار بتاعه. تمام كده. النسخة دي مفعلة وفي نفس الوقت معدلة، وفيها اوفيس 2021 عربي وانجليزي وفرنساوي وبالثلاث لغات الواجهة الرسومية بتاع الويندوز. فالويندوز ده معدل. ما دام الويندوز معدل هتدخل جواه كده دبل كليك من هنا كده، او موينت من هنا كده. تمام. موينت اهي. هتلاقي ان انت لو طلعت بره هنا هتلاقي الويندوز جالك هنا اهو. تمام. طبعا الويندوز ده اللي عامله اكسبريستو يبقى انا قلته صح. تمام. اكسبريستو. ده اللي هو عبد الله، شخص سعودي برنس في التعديلات على الويندوزات وكده، الله يقويه يعني. ويعتبر من اكفأ الناس اللي بتعدل على الويندوزات. المهم، بتدخل جوه الاسطوانه كده، في اسطوانات بتلاقي هنا كده فيها ملف سيت اب، تضغط عليه دبل كليك وتفعل، او تثبت الويندوز عن طريق الدبل كليك ونكست والطريقه اللي هي العاديه كانك بتثبت من البوت. طيب الملف ده مفيش فيه الايه السيت اب بتاعه. طيب ده هيتثبت ازاي؟ هقول لك يا باشا هيتثبت ازاي. مبدئيا لو ام بي ار الهارد عندك هتفتح بارتيشن ويزارد. تمام. فتح معايا انا عندي هنا الهارد جي بي تي. تمام. هنفترض ان انت عندك ده في داتا افلام وده في العاب مثلا، وعندك ده والريكفري. هتضغط كليك يمين ديليت، وادي السي برضو نفس الفكرة، كليك يمين ديليت كده. ده البوت، وهنا الافلام والالعاب زي ما اتفقنا مثلا. تمام. ملناش علاقة بيهم. البارتيشن ده كله هنهيئه دلوقتي عشان يشتغل على جي بي تي زي ما هو جي بي تي اهو، صح كده. طيب كليك يمين. انا هختصر لك طبعا على السريع عشان يعتبر احنا شرحناها برضه قبل كده. فات 32 وهنكتب هنا اي اف اي. تمام كده اهي، عشان ابقى عارف الملف ده خاص بالاي اف اي. الصح ان انت تعمل ده كده نون، مفيش ليه اي دي. وهنا كده ده بيبقى جي بي تي، بتخليه جي بي يعني جيجا بايت، بتخليها بالميجا بايت. وهنا كده يا حبيبنا تكتب 500 ميجا. خدت بالك من دي كده 500 ميجا اهي. طيب هتضغط بعد كده اوكي، وبعد كده ده هيبقى السي. كليك يمين كاريت اوكي. تكتب هنا طبعا ويندوز او براحتك، ما تكتبش انت حر يعني. اوكي كده بقى ده السي، وده البوت لودر بتاع الويندوز. هتعملها زي دي بقى وتخليها يعني مفعلة على ان هي البوت لودر. كليك يمين change partition type id كده، وتختار من هنا EFI ده. تمام. وتضغط عليها وتقول له يس، وبعد كده يا باشا ابلاي، وبعد كده اوكي يس اهي. كده احنا الهارد بتاعنا جاهز، صح كده. تعالى بقى نثبت الويندوز بتاع الاخ عبد الله ده اللي هو مفيش فيه سيت اب، مفيهوش ملف سيت اب. تمام. وخلي بالك فيه هنا ملف اللي هو اسمه ملف الأجوبة، احنا بنسميه كده ملف الأجوبة. تمام. طيب كده احنا خلصنا تقسيم. خلص يلا شد حيلك يا مسهل. طبعا بعد ما اثبت لك الويندوز بتاع عبد الله بالطريقه دي اللي ما فيهوش سيت اب،
هثبت لك ويندوز في سيت اب وهوري لك كل حاجة قدامك عملي قدام عيونك يا باشا. تمام. طيب احنا خلصنا مرحلة التقسيم صح كده؟ بالباشا ده نقفله كده، مش عايزينه خلاص، وندخل بقى هنا على الوين ان تي سيت اب اهو. تمام، اللي هو ويندوز ان تي سيت اب. تمام. لو تلاحظ هنا جايب لي الاي اف اي بارت موجود عليه علامة خضراء. يعني ايه علامة خضراء؟ يعني هو كده مهيأ ان الملف الاي اف اي مهيأ للبوت ام بي جي بي تي. تمام، ركز في دي. لو دي مش مفعلة لازم ترجع تاني تعيد اللي انا حكيته لك من شوية. تمام. طيب ما هو ممكن انت تكون مفعلة عندك بس مش ظاهرة هنا انها مفعلة. ازاي؟ اقول لك ازاي. بتختار الهارد ديسك بتاعك من هنا كده، ممكن يكون في عندك كذا هارد ديسك، فهو مختار الهارد الاولاني مش التاني مثلا، فاهمني؟ فانت تختار ادي الاي اف اي هتعرفها من هنا، اي اف اي وانا مساحتها اهي. احنا كنا عاملينها 500 ميجا صح كده، والباقي كله 100 جيجا و700 وبتاع. شوف لما اخترت ال 100 جيجا جاب لي هنا البارت ايه ازاي؟ البارت مش مظبوط. تمام، اختار هنا كده من السهم واختار الاي اف اي كده. تمام كده يا حبيبنا. من هنا كده فورمات واخليها على فات 32 زي ما هي، واديله الفورمات الجميل اوكي. اوكي خلاص كده خلصنا اول مرحلة. تمام، ندخل بعد كده هنا نختار بارتيشن السي اللي هو الميج جيجا. تمام، اللي هو ده. طبعا لو كتبت انت هنا سيستم في الاول لما قسمنا كان هيبقى ظاهر عنك يعني احسن من كده. تختاره كده، يبقى كده انت اخترت بارتيشن الاي اف اي واخترت بارتيشن الايه اللي الويندوز هيتثبت عليه. طب هنا جايب لي اوديشن مش موجود اصلا الويندوز. ليه؟ لان انا من هنا فوق هنا كده السيرش دي المفروض ان انا ادخل اختار الويندوز اول شيء. الايزو نفسه اهو، ده الايزو نفسه صح. ركز، ايزو هتضغط عليه دبل كليك، هو اختار لك الملف اوتوماتيك وعمل له موينت هنا اساسي اوتوماتيك. نقفل ده ملوش لازمه. هنا ظهر عندي ايه بعد ما كانت وهميه؟ ظهر لي نوع الويندوز بتاعي اللي هثبته ويندوز 10 22 اتش 2 نسخه برو مفيش نسخ تاني معاها، هي نسخه واحده بس، فيرجن 20 اتش 1. سيبك من الاسم ده لان الاسم من هنا مش بيكون بنفس الاصدار اللي اتعمل، لان هي باصدار 22 اتش 2. تمام كده. طيب بتعلم على الخيار ده وبتفرمت السي كده ستارت اوكي. يبقى انت كده فرمت الاول، اخترت هنا كده الويندوز بتاعك الايزو، بعد كده اخترت الاي اف اي وفرمته، اخترت السي وفرمته، اخترت نوع الويندوز بتاعك. لو انت عندك ويندوز فيه 10 ايزوات من هنا كده اختار النسخة البرو هي اللي هتظبط معاك. تمام كده يا حبيبنا، وتعلم على العلام ده مهم جدا 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 جدا. بعد ما اتعلم على العلام ده، لو انت عندك ملف اجوبة زي الملف اللي هنا ده اللي عبد الله عامله ده اهو، تقدر تعمل كده edit، هيظهر لك الملف بالشكل ده. هتلاقي هنا يا حبيبنا اليوزر هو عامله باسمه اهو، كنت انا شرحتها برضه قبل كده. اكتب اليوزر بتاعك هنا، نفس اليوزر اكتبه برضه هنا، وتحت هنا فين انا مش شايف اهي، من اول هنا لهنا تركز فيها كده بالظبط. تمام، وتعمل حفظ للملف. وبعد ما تعمل حفظ للملف تعمل ايه يا حبيبنا؟ تختاره من القائمة دي هنا كده وتختار، يا اما تختار الموجود الاساسي اللي هنا ده مع الويندوز نفسه ويندوز الصيانة، يا اما ترجع بره خالص كده ديسكتوب، تدخل هنا وادي الاسطوانة اهي جواها، وادي البرنامج ملف الاجوبة، دبل كليك وتقول له ايه سيت اب كده. بيقول لك هل في ملفات الاو ام ديت، الملفات دي بتبقى فين اصلا؟ مش عشان هو اختارها كده خلاص هو كده اختارها صح، لا، ده هو ملسع. تختار من هنا حبيبنا كده، شوف هو هنا مش جايب لك حتى بارتيشن، فانت بتعمل كده وبتدخل على جوه الاسطوانه نفسها زي كده اهي صح كده، وتدخل جوه السورسز كده وتختار الملفات اهي موجوده اهي فين، في ملف الجي بارتيشن الجي. بعد ما تختارها كده بتقول له سيلكت فولدر زي كده بالظبط،
وتختار هنا اوتوماتيكلي ريبوت بي سي. بيقول لك كده بعد ما يخلص تثبيت وينتهي التثبيت هيعمل ريستارت اوتوماتيك من نفسه. صح كده؟ صح كده. الخانة دي بتاع ايه؟ دي خاصة بالريبيلد البي سي دي. البي سي دي ده هو المسؤول عن بداية التشغيل، زي البوت سيكتور يعني مش البوت سيكتور بقى، هي البوت سيكتور، احنا هنخترع نفس البوت سيكتور. تمام كده. هيعمل لك ليها ابديت ويفعل لك الدخول التلقائي على الهارد اللي انت بتثبت عليه. يعني لو انت عندك هاردين تختار بالطريقه دي، وهو بيفعل لك عن طريق البوت سيكتور، بيفعل لك ان البوت الاساسي التلقائي يكون عن طريق الهارد الاولاني ده مش الهارد التاني. فهمت النقطه دي؟ ده كده شرح وافي للجزء ده. وتروح قايل له اوكي من هنا كده. هتلاقيه بدأ يثبت لك هنا كده مع نفسه خالص لحد ما يخلص ويرستر ويبدأ يثبت الويندوز بتاعك. تمام كده يا حبيبنا؟ دي أول طريقة. طيب في نقطة هنا تانية، لو أنت عايز تظبط الأداء في القصة دي وتعملها بطريقة المحترفين فعلا، من هنا كده الخيار ده كده تنزل على تحت هنا. تمام كده كده. وتختار من هنا نوع الهارد بتاعك اللي هو ده السامسونج كده، وتيجي على الخيار ده تعمل كده وتختار آخر خيار ده وتقول له انستول وتختار 6 ده. اوكي. تطلع من دي تختار اللي بعدها دي كده وتختار الخيار اللي في النص ده وتقول له انستول كونفيج. اوكي. خروج بس كده. وكمل يا باشا الويندوز بتاعك زي ما انت كده في السليم، غصب عنه هيشتغل وهيثبت الويندوز اللي انت حاطته له. طيب سؤال مهم، هل الطريقة بتاعت ملف الأجوبة دي بتظبط على كل الويندوزات وأساسي لازم يشتغل؟ لأ مش لازم. أوقات كتير بتحطه الويندوز ما يشتغلش، فالصح ان انت ما تحطش ملف أجوبة أصلا وادخل كمل انت الإعدادات يدوي بنفسك. تمام كده؟ دي كده الأساسيات بتاع البرنامج ده، وديني كده شرحتها لك. تمام كده حبيبنا؟ طيب تعال نجرب. لو في ايزو مثلا، هتأكد لك في عندي ايزو هنا مثلا يكون في ملف السيت اب ده كده ما فيهوش وده طيب هضيف لك انا ملف دلوقتي على الفلاشة وهدخل اثبته لك بالطريقة العادية كده. انا نقلت لك الويندوز دلوقتي على الفلاشة، هنجرب دلوقتي على الجهاز نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. تمام كده حبيبنا، كده انا نقلت لك الويندوز على الفلاشة اهو. اذا جبنا المساحة كده الفجر بيأذن، الله اكبر العزة الله. هنختار فين الويندوز اهو، ويندوز 10 LTCC عربي باللغة السعودية. تمام. طبعا احنا الطريقة دي خلاص خلصناها. تمام كده. نعمل لها خروج وندخل هنا حبيبنا كليك يمين موين اهي جايب لي هنا ملف السيت اب اهو. حتى لو لقيت هنا كده في ملفات هنا ملناش علاقة بيها، حتى لو ملفات الأجوبة ملناش علاقة بيها. ليه؟ لأنك هتثبت كده السيت اب من هنا، هيقول لك اللغة العربية، قول له التالي تثبيت. طبعا مع فرق اللغة عربي أو إنجليزي مش فارقة، وهيبدأ يثبت معاك بالطريقة دي كده. تمام كده. دي أسلم وأحسن طريقة تثبت بيها ويندوز، وأسرع على فكرة. كده تختار الخيار التاني ده، وبعد كده احذف بارتيشن ال EFI اهو، حذف. اوكي. ثم البارتيشن 100 جيجا، حذف. اوكي. وتقف على ده كده اللي هو اول بارتيشن وتديها التالي. هو هيقسم مع نفسه زي كده، هيقسم مع نفسه ويحط لك الملفات مع نفسه وينسخ ويخلص مع نفسه كل شيء. تمام كده حبيبنا. كده شرحت لك طريقة فيها ملف السيت اب والطريقة بدون ملف السيت اب. تمام كده. والاتنين GPT، واخد بالك؟ طيب تعالى بقى احول لك القصة دي على الMBR على السريع واشرحها لك على السريع. لو عملنا خروج زي كده من هنا، تمام، هو كده هيحاول يطلع بقى من الاسطوانة خلاص. خروج زي كده مثلا. نعم. بص يا حبيبنا، هنفترض ان الشرح اللي احنا بنحرق فيه جاز ده هيكون على هارد MBR وكده. هعمل لك هنا دلوقتي نفترض مثلا ديليت اول البارتيشن اهي عشان نبدأ من جديد يا حبيبنا.
ونقول له حول الهارد الام بي ار. طبعا كل ده انت مش هتعمله، هو كده كده يكون عندك ام بي ار اصلا. وادي مثلا بارتيشن، وبارتيشن للداتا مثلا اهو، وبارتيشن تالت او تاني يعني للداتا. وده كده الهارد بتاعك يا حبيبنا، صح كده؟ هتلاقي عندك هنا في بارتيشن 500 ميجا على بارتيشن مش عارف 300 ميجا على بارتيشن 100 ميجا قبل الداتا بتاعتك ده، وقبل ده الداتا بتاعتك افلام والعاب مثلا. اللي قبليهم بقى هنا كل ده ملوش لازمه، خاص بالبوت او بالويندوز. هتعمل ايه سيادتك؟ بص يا حبيبنا، مبدئيا هتقف هنا كده، كليك يمين وحذف لجميع البارتيشنات الخاصه بالبوت اللي قبل الداتا بتاعتك. بعد ما تعمل لها ديليت زي كده، قسم يا حبيبنا من جديد، كليك يمين، كاريت اهو. استنى قبل تكريتها دي، هتعمل هنا كده ريبيلد ام بي ار اهي، ريبيلد ام بي ار كده. بعدها تضغط هنا كليك يمين كاريت، هيظهر لك كده. اكتب هنا كده ويندوز او دبليو اي ان. طبعا انا بيكتب عربي، فكرة سيئة حوار ان انا اضيف اللغة العربية في الويندوز دي والله، في الميني ويندوز. المهم كده ويندوز اهي، واضغط اوكي. وبعد كده اضغط هنا كليك يمين سيت اكتف اهي، سيت اكتف كده. تمام كده يا حبيبنا. وبعدها اقول له ابلاي، اوكي. خلاص هيحول لي الهارد الى ام بي ار، والسي هو ويندوز بارتيشن واحد بس اللي هينزل عليه الويندوز، بحيث لو انت حبيت بعد كده تاخد منه لقطة جوست او باك اب او جوست عامة، تقدر تاخد من بارتيشن واحد فقط لا غير. والطريقة دي بتنفع للام بي ار فقط. تمام. هتيجي بعد كده تدخل على الوين ان تي سيت اب اهو. ده كده شوف جايب لي هنا، جايب لي ان البوت لودر مش كامل. ليه بقى؟ اقول لك ليه بقى. هتدخل هنا كده، ودي حركة صايعة بقى، وبعد كده تختار البرنامج المحترم ده كده. انا بتكلم معاك بعشوائية جدا عشان الامور تبقى مبسطة معاك. دي كده الفلاشة بتاعتي، وهيبقى ظاهر عندك الفلاشة بتاعتك. هتختار الهارد بتاعك السامسونج اهو كده، وتختار من هنا اول خيار، وتختار الاخير اوكي، ورقم 6. ده كده البوت لودر بتاع الايه، البوت ماستر ريكوردنج يعني. رقم 6 اوكي. خروج، بعدها اللي جنبها دي كده، وتختار الخيار التالت اهو. وتتأكد ان انت واقف هنا على السي، سي وويندوز اللي احنا كتبناها. انزل هنا يا معلم على الانستول اوكي. خروج 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 كده احنا خلصنا. طب العلامات دي ما اتغيرتش ليه؟ تقفل ده، افتحه تاني من هنا كده يا حبيبنا، هتلاقي التلات علامات بقى لونهم اخضر، بطيخة حمرا معاك اهي. تمام كده الامور تمام معاك. تعمل ايه بقى يا حبيبنا؟ يا اما تثبت الويندوز بنفس الطريقة اللي احنا عملناها كده وسيت اب بالطريقة العادية، تمام. يا اما ان سيادتك تثبتها بالطريقة اللي احنا بنقول عليها طريقة البروفيشنال يعني. من هنا كده السيرش، وتختار، مش هنا بقى لا خليك صايع، ادخل على الفلاش، اختار الايزو نفسه على ابوه زي ما هو كده، قول له اوبن. تمام. اختار من هنا السي اللي هي الويندوز اهي. تمام. وبعدها تتأكد من المساحة. انت كده امورك تمام زي الفل يا باشا. اختار تعمل فورمات اوكي. اوكي خلاص كده احنا خلصنا اول مرحلة. تختار بقى هنا، مش هتختار بقى الاي اف اي والشغل بتاع الجي بي تي، لا نفسه السي، يبقى هنا فوق سي وهنا تحت سي. تمام كده يا حبيبنا زي الفل. ما تعمليش بقى فورمات لانك فرمطت من شويه، فمش عايزين اشتغالات، صح كده؟ طيب تنزل هنا هيجيب لك الويندوزات اللي موجوده في الايزو. ممكن تلاقي 10 ويندوزات، اختار منهم اللي انت عايزه، بس الانتربرايز او البرو. انا هختار النسخه دي كده، وبعدها اختار هنا كده العلام ده اساسي، اساسي. تمام. وبعد كده سيت اب من هنا كده، احط ملف الاجوبه لو في ملف اجوبه. بس انا ما برشحش موضوع ملف الاجوبه من هنا الا لما يكون اللي عامله محترف جدا، لان مش اي ملف بيتحط هنا بيشتغل معاك والويندوز بيشتغل. تمام كده يا حبيبنا. تديها السيت اب جميل، وبعد كده اوتوماتيكلي ريبوت اهي. وتختار من هنا ملفات الاو ام اللي موجوده جوه الايه الاسطوانه ده، لو موجوده زي كده اهي جوه الدي في دي نفسه. تمام. تختارها كده، وبعدها تختار سيلكت فولدر. طب ايه الحكمة من دي؟
دي علشان بيبقى جواها ملفات التفعيل بتاع الويندوز، ان الويندوز ينزل معاك مفعل اوتوماتيك. تمام كده. وفي ريجستري كمان للويندوز نفسه. وبعد كده تضغط اوكي هنا، هتلاقيه بدأ يثبت لك الويندوز اوتوماتيك يا باشا. وتسيب الجهاز هتلاقيه فتح معاك على سطح المكتب اوتوماتيك، تكتب بس اليوزر بتاعك والداتا بتاعتك تدخلها. دي كده طريقة تثبيت ويندوز 10 أو 11 أو 7 أو 8.1. أي طريقة مكتوب حتى قدامك هنا اهي، صح كده يا باشا؟ طيب لو عايز تثبت اكس بي من هنا، تختار الخيار ده وتكمل برضو الإعدادات بتاعتك. كده أنا شرحت لك القصة كاملة بدون أي شيء ناقص فيها. تمام كده حبيبنا؟ بسرعة خلص هو كمان، يعني هو كده هيطفي يفتح معاك على سطح المكتب على طول. فطبعا أنا مش هخليه يعمل ريستارت. نلتقي بإذن الله في شرح آخر بإذن الله. لو في عندك أي ملاحظات قول لي عليها. تمام، بيعمل لك الأبديت أهي للبي سي دي. خلاص كده هو كده خلص، هيرستر الجهاز. يلا، السلام عليكم.